تحدي الأربع أصناف. لو محتارة تشتري إيه السنة دي من حلاوة المولد، فالفيديو ده هيوفر عليكي ويوصلك للألذ فور. ميزانية مظبوطة وبتركات كلها ناجحة من أول مرة هخليكي تعملي 4 أصناف من حلاوة المولد: الحمصية والسمسمية وميكس المكسرات المشكلة، وكلها تطلع بطقطم ومش بتشد، وسهلة وبتتكسر وبتدوب في أقل من ثواني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول أنا عندي كوباية إلا التلت من السكر، هحط عليها تلت كوباية من المية ومعلقة صغيرة من عسل الجلوكوز ورشة من الملح. عندي هنا 3 كوبايات كبار من السكر، يعني تقريبا ما يعادل 450 جرام من الحمص سوري. الأول في بول على النار هحمص الحمص بتاعي كويس قوي. في الوقت ده هرفع السيرب بتاعي على النار، مش هبدأ أحركه قبل ما يخش في مرحلة الغليان. في الخطوة دي هحسب بالظبط 4 دقايق. اول ما اللون يكون خلاص هيبدأ يتكرمل انا هنزل الحمص بتاعي. ما تستنوش عليه بقى علشان لونها ما يبقاش غامق وما تبقاش كده بتشد وناشفه معايا. انزل الحمص بتاعي، وفي الخطوات دي خلي ايديكم سريعه قدر الامكان، وما تشغلوش مروحه جنبكم علشان ما تجمدش بسرعه. في بقى صينيه او في بوله او في صاج اي حاجه دهنينها كويس قوي بالزيت، فرشين فيها كيس بلاستيك او كيس حراري المتوفر عندكم. نزلت الخليط بتاعي، وبأبسط حاجة أي حاجة موجودة عندكم وزعوها كويس قوي، افردوها وهي سخنة على طول. هنبدأ نقطعها بالمقاسات اللي تحبوها. أنا هنا استعملت قالب مقاس 20 في 30 وقطعتها على 12 قطعة، طلع مقاس مناسب جدا زي اللي بنشتريها من بره، وطلعت مظبوطة جدا جدا. رفعتها كده وهي لسه دافية على بورد وسبتها تبرد براحتها على جنب. عشان تعملوا احلى سمسمية بقى ركزوا في كل التركات الحلوة دي. 3 كوبايات وربع كبار من السمسم، برضو في جل او في طاسة اي حاجة، المهم ان السمسم بتاعنا يكون ساخن جدا. كوباية الا ربع من السكر وعليها ربع كوباية من المية. وهنا مش هنستعمل اي عسل جلوكوز، هنكتفي برشة صغيرة من ملح الليمون. السمسم بقى احنا عايزين السكر بتاعه ياخد اول درجة في الكرملة، علشان يكون بقى كده القطمة بتاعته معانا تكون خفيفة وتكون حلوة كده، لان السمسم قوامه اخف من الحمص، فهيحتاج ان السكر يعني يعقد لفترة اطول. مش عارفة ازاي بتقولوها بقى. وتقدروا تعملوا اختبار للسكر بتاعكم او السيرب بتاعكم في كوباية من المية المتلجة. اول ما يكسر معاكم ويكون مظبوط، مش بيقطم ولا بيشد ولا طري ولسه ماسك في الايدين، يبقى احنا كده تمام. برضو في نفس الصينية بتاعتنا دهنتها كويس قوي بالزيت، حطيت فيها كيس بلاستيك وهبدأ اوزع. والخطوة دي حلوة قوي. هرست البطاطس وببدأ ان انا اغلفها بكيس كده ودهنها كويس قوي بالزيت، وابدأ ان انا اوزعها بالسمك بقى والمقاس اللي يناسبني. وبرده هتأكد بقى كده بالنشابة بتاعة العجين الصغيرة ان هي سطحها متساوي وناعمة جدا. طيب احنا ما حطناش ليه عسل جلوكوز؟ علشان ما يكونش فيها شدة ولا يكون فيها العرق اللي بيبقى في قوام الحمصية، كل واحدة بيكون ليها قوام مختلف. علشان تاخدوا نتيجة كويسة جربوا الطريقة ليه على ضمانتي، ومتأكدة ان هي هتكون انجح مرة تعملوا فيها حلاوة المولد. وقولوا لي بقى بتحبوا ايه اكتر في الحلويات، السمسمية ولا الحمصية ولا الفولية ولا المكسرات المشكلة؟ ولو حابين نعمل نوع تاني مختلف اكتبوا لي تحت في التعليقات وان شاء الله نعمله مع بعض. وما تنسوش ان احنا قبل كده عملنا القشطية مع بعض بطريقة ناجحة ومضمونة جدا جدا. بدأت بقى كده ان انا على طول وهي دافية يا دوب بسيبها تتماسك من دقيقة لدقيقتين، وابدأ ان انا اقطعها برضو وهي لسه سخنة. خرجتها بالكيس بتاعها وحطيتها على البورد عندي علشان تبرد بقى وتاخد وقتها. الفولية او السوداني بنفس الطريقة عملتها وكرملت السكر بتاعها بنفس المقادير اللي انا عملت بيها السمسم. يعني هنا مفيش عسل جلوكوز غير بس في الحمصية، ولسه بقى هنشوف المكسرات مع بعض هنعملها ازاي. بنفس الطريقة عملتها، ولكن هنا المقدار كان مختلف. انا استعملت كوباية ونص من المكسرات، يعني تقريبا ربع كيلو. شكلت بقى كل المكسرات اللي كانت عندي، انا عملت ميكس شويه من اللوز وشويه من الفستق وشويه من عين الجمل، دول كانوا متوفرين عندي. تقريبا كوبايه ونص عملوا 6 قطع. عايزه اقول لكم بقى ان الميكس ده كان عظمه. بصوا اللون، قرمشته بقى وقوامه المظبوط. حطوا كل قطعه في كيس، احفظوها في علبه، ومش شرط خالص تدخلوها في التلاجة لوقت الموسم، هتطلع معاكم حلوة قوي. هستنى رأيكم بقى تحت، وما تنسوش تحفظوا الوصفة وتشيروها عندكم علشان تجربوها لما تشوفوها بعدين وتقولوا لحبايبكم عليها. ما تنسوش بقى اللايك والشير يا حلوين. صحة وهنا.